أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. شايفين المربى الهايلة دي؟ المربى دي طعمها تحفة، وزي ما انتوا قريتوا كده ان هي مربى البرتقال والجزر. وقوامها مختلف، مش القوام المربى اللي احنا متعودين عليه. قوامها مجروشة وطعمها تحفة بجد. عشاق البرتقال هيحبوا قوي قوي المربى دي، طعمها جميل قوي. وانا قبل كده عاملة معاكم مربى المشمش وكانت تحفة. هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، لان احنا برضو مقبلين على موسم المشمش. يلا بينا بقى نشوف المربى الجميلة دي اتعملت ازاي. معايا هنا جزر، ويستحسن ان احنا نشتري الجزر الكبير عشان نعرف نبشره. وانا شريان نضيف كده، يا دوبك كده غسلته، وقبل ما اغسله نضفته بفرشة المطبخ عشان ما ياخدش منك مجهود. ونيجي بقى ايه انا هعمله في الكبه، هبشره في الكبه. لو ما عندكيش الكبه يبقى بالمبشره بتاعتنا العاديه دي هيتبشر معاكي وهيبقى زي الفل. وعشان كده قلتلك هاتيه كبير عشان ما يتعبكيش وانت بتبشريه. وانا بقى ببشر الجزر اهو زي ما انت شايفه كده. حبايبي انا ببشر كيلو جزر. المربى مكوناتها كيلو جزر وكيلو برتقان، والمفروض كيلو سكر. الاتنين كيلو المفروض نحط لهم كيلو سكر، بس انا بالامانه مش بحب المربى مسكره قوي، فحطيت حوالي كيلو الا ربع او 800 جرام، ومعايا طعمها مظبوط وزي الفل. وانا بقى حطيتها في حله ونزلت عليها بالكميه السكر اللي انا قلت لكم عليها، وهغطيها وهشيلها في التلاجة. يعني ممكن تبيتيها ليله بس مش اكتر. ومعايا بقى كيلو برتقال، وضروري بقى اغسله حلو قوي، اغسليه حلو قوي قوي عشان احنا هنعمل المربى بالقشر. وبعد ما غسلته حطيته في حبة مية على البوتاجاز، اديله غلوتين بالظبط. بالظبط غلوتين مش اكتر، هينزل المرارة اللي فيه. وبعد كده طلعته، وبحتفظ بالمية بتاعته، بعمل بيها الصابون. انا قبل كده منزهولكوا على القناة، وكنت عاملاه بمية الليمون. حاليا عشان البرتقال بسم الله ما شاء الله كتير، بعمله بمية قشر البرتقال بيبقى تحفة. والمية دي هعمل بيها برضو. وعايزة اقول لكم ان الصابون ده فعلا بيزيل الدهون وتحفة تحفة تحفة. هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وخلاص كده بقى البرتقال بتاعي كده غلى الغلوتين بتاعه، وطلعته وشلت الجزء اللي فوق. وعلى فكرة البرتقال ضروري يكون بسرة، بلاش البرتقال البلدي عشان هيمرر منكم. البرتقال هاتي البرتقانة اللي بسرة. وانا بقى شلت الجزء اللي هو بيبقى عند السرة تحت، والجزء اللي فوق اللي بيبقى في الجزء الاخضر ده انا قطعت الجزء اللي فوق كله، وقطعته زي ما انت شايفة كده على 4. وكل ربع هقسمه على 2. وضروري نتخلص من الجزء الابيض اللي بيبقى في نص البرتقانة، العمود الصغير الابيض ده انا شلته حطمته. لاحظته هو في الكبة الجزء اللي فوق انا شايلاه، واللي تحت والعمود الابيض ضروري نشيله. وانا كده فرمته في الكبة. ولو ما عندكيش كبة ممكن تعمليه بمخرطة الملوخية، هيتعمل معاكي زي الفل. وبلاش بقى ننعمه قوي، يعني نخليه مجروش كده زي الجزر. وهنا بقى انا نزلت بالبرتقان والجزر مع بعض اهم، خلطتهم مع بعض. انا نقلته في حلة كبيرة عشان اعرف اقلبه، ونزلت عليه بالجزر، واقلبه بقى حلو قوي قوي. وعصرت عليه ليمونة، لو الليمونة صغيرة اعملي ليمونتين او سوري ليمونتين، لو كبيرة خلاص يبقى ليمونة واحدة. ومعايا بقى التكات بقى بتاعت مطبخ سلوى جودة، القرفة والقرنفل وذرة ملح.
ذرة الملح مع الليمون بتديكي نفس فوايد ملح الليمون بالظبط. فضروري بنحط له ذرة ملح مش كتير، يعني ربع المعلقة كده، وكم فص قرنفل وعود القرفة اللي انتوا شفتوه ده بيدي المربى نكهة حلوة قوي. وانا بقى حطيتها على البوتاجاز، وعلى اول ما غلي طبعا حطيتها على عين السهرية، وطيت عليها وسبتها بقى ايه مع نفسها. كنت كل يعني تلت ساعة كده او نص ساعة اروح اقلبه كده وابص عليه واغطيه واسيبه تاني. ودلوقتي بصي بقى انا كده بقى يعني بفلق كده المربى من بعضها كده بالمعلقة، ناشفة ما فيهاش حاجة، ما بتنزلش مية ولا فيها حاجة، هي كده خلاص اتعملت. شايفة عاملة ازاي؟ انا بحاول اوريكم اهو، ما فيهاش مية. تمام، هي كده المربى اتعقدت وبقت زي الفل. وحطيت بقى حتة في طبق اهي، وبفتحها لكم اهي بالمعلقة، بص ما فيهاش اي حاجة كده بقى خلاص. وطبعا مجهزة برطمانات مغسولة ومتجففة ومتعقمة، وما يكونش فيها نقطة مية، اهم حاجة. ولما بقى المربى بتاعتي تبرد خالص خالص بحطها فيها. مش قادرة اقول لكم بقى طعمها جميل قد ايه، وانا رايحة جاية كده انا والولاد بناكلها بالمعلقة من جمالها. طعمها هيعجبكم قوي. يا رب بقى المربى بتاعتي تعجبكم. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.